يا ترى اخترت الولايه اللي انت هتعيش فيها في امريكا ولا لسه؟ جمعت معلومات عنها ولا لسه؟ تعالى بقى نكمل بقيه الحكايه. انا غلطت عشان انت تستفيد. زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، انا كنت بشتغل مع فيني 4 سنين، احلى الشغلانات، فلوس كويسه قوي، وكنت مستمتع جدا باللي بعمله. يوم كنت صابح اروح الشغل، للاسف كان في عاصفه ثلجيه، لقيت العربيه معظمها متغطي، ما كنتش عارف اطلع حتى من الدرايف واي او الطريق اللي قدام الجراج. قعدت يمكن تلت ساعه احفر في الثلج والجاروف عشان بس اعرف اعمل ممر للعربيه واطلع منه. بعد الموقف ده ما حصل معايا، عرفت ان انا لازم امشي من الايست كوست كله، لان الشتاء دايما هيكون كده. بما اني خدت القرار ان انا هقعد في امريكا، فكان لازم اروح ولايه فيها شغلانه مستقره طول السنه والجو بتاعها يكون كويس. دي معظم الحاجات اللي كنت بدور عليها في الوقت ده. انا عارف ان انتم متشوقين تعرفوا الولايه، مش هشوقكم اكتر من كده. انا رحت كاليفورنيا. كاليفورنيا هي من احسن الولايات اللي موجوده في امريكا لو انت بتحب تدور على الجو الجميل والمناظر الطبيعيه الخلابه، كمان الناس اللي مريحه دماغها وعايشه كده ببساطه. واخترت مدينه سان دييغو. مدينه سان دييغو قريبه جدا من اسكندريه، وده يمكن السبب اللي انا اخترتها. اول بقى ما نزلت كاليفورنيا وشفت الحاجات دي قدامي، اقول لك بقى ايه اللي حصل الحلقه الجايه. استنيني.